ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الاهرامات التلاتة بطريقة احترافية وسهلة وبسيطة جدا. مش هناخد مع بعض 5 دقايق ان شاء الله. فيلا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة جبت قطعة فوم سمك 3 سنتي، وقطعت لكل هرم 4 مثلثات كده زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للمقاسات. اول هرم اللي هو خوفو عملته 21 سنتي عرض في 21 سنتي طول. وبعدين خفرع الوسطاني عملته 18 سنتي عرض في 18 سنتي طول، بس النصيحة حاولوا تكبروا العرض كام سنتي شوية عن الطول. والهرم الصغير منقرع 15 سنتي عرض في 15 سنتي طول. هجيب بقى كل مثلث كده واجي في التلات زوايا بتوعه اقطع بزاوية 45 من الظهر. هاجي من الظهر كده واقطع بالقطر زي ما انتوا شايفين زاوية 45 بالويم يعني مش لازم بالظبط، عشان لما نيجي نلزقهم في بعض الموضوع يبقى سهل كده ويطلع شكله حلو. بصوا كده خلاص بقى خلصنا. هجيب اول قطعة وهبتدي الزق بالغيرة كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين القطعة اللي هلزقها فيها اقوم برضو حاطط عليها غيرة، ونبدأ نجمع الاتنين ببعض. وبعدين جمعت القطعتين التانيين وبعدين نلزق الاربع قطع ببعض. وهبتدي عشان مش مصور وانا بحط السوبر جلو من جوه عشان يمسكوا الاربعه في بعض. وبعدين هجيب هرم خوفو وابدا بقى بالقلم الرصاص ارسم الجزء اللي محافظ على نفسه شويه فوق كده، ونبتدي نرسمه كده زي ما انتم شايفين. الموضوع بسيط جدا يعني مفهوش صعوبه. وبعدين هجيب القطر بقى وابدا امشي بخطوط متوازيه كده، وهبتدي بقى بسن القطر كده زي ما انتم شايفين. هبتدي انقر كل قطعة احنا مقسمينها بالقطر بنفس المنظر اللي انتم شايفينه ده. هنا الموضوع هيبقى واضح اكتر. بصوا بشيل ازاي، وبعدين مثلا اقوم سايب جزء كده زي ما انتم شايفين، واشيل بس من على الفوم القشرة بتاعته، وابتدي برضو احفر زي ما كنت بحفر في الاول. خلاص خلصنا التلات اهرامات. هبتدي بقى بالغيرة ادي التلات اهرامات وش غيرة كده عشان الفوم يمسك كده ويبقى قوي. هاجي بقى عند الطروف الزيادة اللي في الاربع زوايا، وبالبنسة هبتدي اشيلهم. بعدين بقى نجيب شوية غيرة كده صغيرين واحط عليهم معلقة اسمنت ابيض، ونبتدي نقلبهم لحد ما نوصل للقوام ده. هعمل بيهم بقى، هعمل الجزء الفوقاني بتاع هرم خوفو عشان يديني برضو شكل واقعي، وهعمل الاربع زوايا بتوع كل هرم. انا مصور لكم بس زاوية واحدة عشان تفهموا. نيجي بقى لميكس الالوان اللي هنعمله. اول طبقة هنعملها بني، شايفين المنظر؟ هلونها بني كده ونخلص. خلاص خلصنا. هجيب بقى اللون الاصفر الجملي. الباقي كله بقى هخفف بميه زي ما انتم شايفين بقى. هبتدي الطش بس، وبعدين هجيب الاصفر الجملي تاني واحط عليه نقطة بني، وبرضو بالمية بخفف بالمية كده، ونبتدي برضو نلطش في الهرم. ميكس الالوان ده هو اللي هيدينا الواقعية. نفس اللون اللي احنا عملناه قمت مخففه بابيض، وبرضو مخففه بمية، وبرضو بقى بلطش في الهرم كده. بصوا الشكل كل شوية بيتغير. جبت لون اصفر وحطيت عليه ابيض عشان يفتح معايا. هي الاضاءة هنا مبيناه لونه ابيض، بس هو مصفر شوية. وبعدين جبت لون بني وزودت عليه نقطة اسود عشان يبقى غامق، وبرضه بخفف بالمية وببتدي الطش في الهرم.
الميكس ده اللي هيدينا شكل حلو في الاخر. وبعدين برضو الاصفر قمت برضو مدي برضو لون اصفر مفتحه، وعملت طبقة تانية برضو فاتح، وبعدين بني برضو تاني ومزوده باسود، وهلطش فيه برضو تاني. وبعدين جبت لون ابيض وحطيت نقطة اصفر، وهبتدي ايه، يعني يبقى ابيض مصفر كده على خفيف قوي، وابتدي الطش تلطيش خفيف. ميكس الالوان ده اللي بيدي واقعية في اي مجسم عامة يعني. بصوا الشكل بقى عامل ازاي. اخر بقى جزء معانا خالص هبتدي ايه، ازود الاصفر في الابيض واغمق الدنيا شوية بالاصفر يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش السبسكرايب واللايك واحلى كومنتات، واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيديو جديد. سلام.